السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتالي بتقول ان هي كانت المفروض تتجوز في العيد، بتقول بقالي سنتين مخطوبة وقعدت سنة كاملة اوضب في الشقة، ويقول لي الوان ايه وسيراميك ايه ومطبخ ايه وده ايه وده ايه وده ايه، وخلاص رحت حجزت الكوافير وحجزت الفستان والميك اب ارتست والكلام ده كله والقاعة وكل حاجة. جه يوم اللي قالوا ايه يعملوا العزال قبل رمضان عشان يبقى في العيد على طول ان شاء الله الفرح والدخله وكده. فبتقول فعلا وخلاص احنا عندنا في قريه بيدفعوا مهر، العريس بيدفع مهر و... وانا اجهز كل حاجه وكده والعفش وكله. فبتقول له ويوم العزال لقيتهم بيدخلوا العفش تحت عند حماتي. هو بيت عيله بس مش بيت عيله بتاع حمايه حماتي وعيالهم، لا ده بتاع حمايه، يعني ايه، ولاد عمامه وعمامه وعمته، مش مختص عليهم هما بس، لا ده بيت عيله كبير، يعني مش في اولاد اخواته، لا ده يعني المهم ايه في رغي كده كتير. فبتقول لقيتهم بيدخلوا عند حماتي، فبتقول لهم ليه؟ فابوها بتقول ابويا بيقول لهم انتوا بتدخلوا العفش عندكم ليه؟ ما بيطلعش الشقه ليه؟ فقالوا لا اصل امه زعلانه وبتقول انا مش هسيب ابني، فيقعد معايا سنه ولا سنتين وبعد كده يطلع يشوف شقه. طب يطلع يشوف شقه ليه؟ اما الشقه اللي انا وضبطها دي ايه في راحت فين؟ لا اصل دي بتاعت اخوك كبير، عشان هو رخر هينزل يتجوز بنفس التوقيت. فبتقول بقى فابويا راح رجع لي تاني، فبيقول لهم انتوا كده ضحكتوا علينا. قالوا لا مفيش ايه مشكله، ما كده كده احنا في بيت واحد ايه يعني. فبتقول رحت متصله بولاد خالاتي وولاد عمامي وفي من ضمنهم محامي، ابن عمي محامي، وقلت لهم زي ما دخلتوا العفش طلعوا، يرضيكي يرضيكي، وانا ابدا لا، هو مش اتفاق رجاله. فبتقول بقى انا رحت مسلطاهم، وكان ابويا راح بيقول في حاجه اسمها مقعده كده، وجابوا الناس الكبار يعني بتوع البلد ان انتوا كده ضحكتوا علينا. قلت له انا خليت ابويا قاعد في القعده دي وقلت لهم لموا الحاجه بتاعتي كلها ورجعوها، وفعلا عملوا كده. بتقول لقيتهم بقى ابويا بقى كان وصل له الخبر وحمايه وخطيبه وكده، لقيتهم كلهم جايين جري عليا، ايه اللي انت عملتيه ده وحرام عليكي ما تخربيش على نفسك. بتقول حماتي عماله ما تخربيش على نفسك، طب